تعبان طول اليوم، وأول ما تحط راسك على المخدة مش عارف تنام. بتفضل تتقلب ومخك شغال ومفيش وضع نوم مريحك. المشكلة غالبا مش فيك، المشكلة في عادات صغيرة بتعملها قبل النوم. زي ما شفنا في الفيديو اللي فات إن النوم مهم جدا لصحتك، وأي لخبطة فيه بتأثر على تركيزك وهرموناتك وجسمك كله. طيب إيه هي العادات اللي بتبوظ نومك؟ واحد، شرب مية كتير قبل النوم. هتصحى تدخل الحمام وغالبا مش هتعرف تنام تاني. اتنين، الأكل التقيل قبل النوم. جسمك هيشتغل هضم مش نوم، وممكن ده يسبب كوابيس بالإضافة لتخزين الدهون. ولو جعان قوي اختار حاجة خفيفة زي الفاكهة. تلاتة، التمرين العنيف بالليل بيرفع نشاط جسمك، فبدل ما تهدى وتنام بتفوق وتصحصح. أربعة، ألعاب الموبايل قبل النوم. مش بس إن الضوء الأزرق مؤذي لعينيك، لكن كمان مخك بيبقى في حالة استثارة دايمة. حتى لو شغلت النايت مود، فالأفضل إن أنت تبعد عن الشاشات خالص قبل النوم بساعة على الأقل. خمسة، القيلولة الطويلة. لو أكتر من نص ساعة بالنهار هتسرق من نومك بالليل. ستة، مرتبة أو مخدة مش مريحة. تصحى بوجع في رقبتك وظهرك ونومك يبقى متقطع. سبعة، الاعتماد على أدوية علشان تنام. مع الوقت بتقل فعاليتها وجودة النوم نفسها بتقل، وبتصحى دايخ ومش فايق. تمانية، رجليك ساقعة بالليل. جسمك مش هيقدر يدخل في النوم بسهولة. الحل بسيط، البس شراب دافي عند النوم. تسعة، القهوة حتى لو بكميات صغيرة بالليل ممكن تفضل مؤثرة لساعات، فالأفضل توقفها بعد الساعة 6 أو 7 مساء. 10، الإضاءة. نور قوي بالليل زائد نور ضعيف الصبح بيساوي ساعة بيولوجية بايظة. طيب إيه الحل؟ مش محتاج تعمل معجزات. اعمل روتين ثابت قبل النوم، قلل الإضاءة وابعد عن الموبايل، وطبق قاعدة ال20 دقيقة، ودي مهمة جدا. فلو ما نمتش خلال 20 دقيقة ما تفضلش في السرير. قوم اعمل حاجة هادية، قراءة خفيفة مثلا، وارجع تاني لما تحس ان انت عايز تنام، علشان مخك يربط السرير بالنوم مش بالقلق. تجنب الأخطاء اللي قلناها النهاردة وهتتفاجئ قد ايه نومك اتحسن. ولو لسه ما شفتش فيديو النوم الكامل هتلاقيه على القناة. أشوفكم على خير، دمتم بصحة ونشاط متجدد.